السلام عليكم، تنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحضروا اليوم وصفه شتويه بامتياز، ووصفه لتجي جديده تتفكرنا في الزمن الجميل. شكون اللي ما تتعجبوش الترده او الرفيسه العمياء، كي تيقولها الرفيسه العمياء. يا خرا شنو هذا؟ مع ان تنشوفها انا بعيني هانيت بعقلها تجي جديده وهائله، مع ان ما تنتفكرهاش بزاف صراحه. تفكرتها معكم فحضرتها وتشاركتها معكم. تنتمنى طريقتي تعجبكم، وضغطوا على زر لايك الى عجبتكم، وخليوا لي تعليقاتكم فاش تفكركم ملي كنتو تحضروها في الطفوله ديالكم. اي يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. تحضرها لكم الامهات ديالكم، الله يحفظهم لينا جميع، خاصه ملي تنجيو من المدرسه وتنشمو ديك الرائحه بزاف الا فيها الجديد ومع العشيه هكذا. صراحه ايام زوينه بزاف. ما عرفتش علاش هاد الوصفات ما بقيناش نتفكروهم، واش ما بقاش ديك اللمه العائليه واللمه ديال الجيران. خليوا لي التعليقات ديالكم، شاركوني الاراء ديالكم. بالنسبه للطريقه والمقادير غادي نحتاجوا القديد الا عندكم، غير جبدوه وعملوها، راه تجي زوينه نفكركم فيها. لا 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 لا، انت بتهزر. اللي رقدتوا ليله كامله تقريبا باش تزول منه الملحه، ممكن ترقدوا غير ساعتين او ساعه. وعندي واحد جوج ديال المطيشات وبصله اللي غتكون كبيره، ممكن تستعملوا جوج، وشوي ديال العدس ضروري، وتندير حتى شوي ديال الفول. فرصه باش نتناولوا هاد القطاني او القطنيات في هاد تردة او رفيسه، كل منطقه كيف تتسميها نتوما. خليو لي شنو تتسميوها في المنطقه ديالكم، وشنو تتعملوا فيها زياده على المقادير اللي غتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد ما شللت القديد مزيان، بالنسبه للقديد انا تنقومو فاش تكون اللحم ديال العيد الكبير غير بالقزبور يابس والملحه فقط، فتيجي لذيذ وتيحافظ على اللذه ديالو، ما تنكترش فيه البهارات نهائيا. غادي دابا نضيف عليه زيت الزيتون، وما غاديش نخليه يتشحر بزاف، تنعرفوا زيت الزيتون ما غاديش نخليوها بزاف الحراره. ضفت عليه بصله مباشره، غادي نخليه يتشحر شويه، ما غاديش نضيف الملح حتى نشوف واش خصني ولا لا، الشتويه بالاخص. غادي ندير تقريبا هنا معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، واحد المقطع مشاليه. المهم عملت كذلك نصف ملعقه ديال الفلفل الاسود اي البزار، وملعقه صغيره ديال الزنجبيل او سكنجبير. خلاص خلاص خلاص. خلطت الكل جيدا. ممكن تعملوا حتى ملعقه كبيره ديال الحلبه اذا تتحبوها في هاد الرفيسه هذه. من بعد درت الماء او ضفت الماء غليان، القياس اللي يغطي لكم هاد المكونات. تقريبا واحد لتر ونصف هنايا او اقل بشوي. وغادي نغلقو زيت الزيتون درتها في الاول، دابا غادي نحرك وغادي نغلق الطنجره او الكوكوت مده ديال 35 دقيقه غادي توجد معايا. بالنسبه للخبز خديت تناخذ الخبز البايت. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. او اللي بقى عندنا حتى 3 ايام و4 ايام غير نحطوه في الثلاجه. غادي نقطعوه. المهم هذا الكلام موجه للاخوات اللي ما تعرفوش هذه الاكله هذه، اي اللي برا المغرب. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ من كده. غادي نقطعوه بحال هذا الشكل. كاين اللي تيفور هذا الخبز الا كان عاوتاني يابس بزاف، لكن الا كان طري ما نحتاجوش، غير غادي نقطعوه. وملي طيبنا المرق ديالنا غادي نعمرو كذلك واحد الكاس ديال اتاي اللي غادي يكون بالشيبه او بلقامه حسب الذوق ديالكم. حاسنك هتوديني في داهيه على فكره. يجي هائل معاها. ونتلاقاو من بعد ما وجدات، اي بعد مرور 35 دقيقه تيطيب القديد، تيولي بحال الزبده صافي تيوجد. دابا غادي نسقيو. غادي نحط عفوا واحد الفلفلات ما درتهمش في الاول، باش ما يطلقوش ليا بزاف الحروره. غادي نخليهم يغلاو غير شويه، من بعد غادي نسقي
هذا الخبز هذا اللي قطعت. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ واحد المذاق ما نقول لكمش كيف تيجي، ولو ما تنعملش الحلبه بزاف. مره تنديرها مره لا، فالمذاق تيجي زوين بزاف. كاين تيضيف ليها حتى المساخن، راه معروفين هذا الاسم هذا، انا ما تنضيفهمش. المهم تيبقى حسب الرغبه ديالكم. غادي نقي هذا الخبز هذا مزيان مزيان، من بعد غادي ناخذ فرشيطه او موس او ملعقه، غادي نبدا ندير بحال هذا الشكل، وغادي نبدا نزيد الساقي حتى نشوفوا انه صافي تشرب مزيان. ممكن تغطيه بواحد طبسيل كبير او غطاء ديال طاجين كبير حتى يتشرب، عاد تقدموه تيبقى سخون هكذا الا بغيتو تحطوا العائله ديالكم، او تقدموه مباشره مع واحد الكاس ديال اتاي بشيبه او بالنعناع. ضروري تيجي مع هاد الاكله رائع جدا. تنتمنى ما تبخلوش عليا دائما بلايكات ديالكم. الا كنتوا اول مره تزوروا القناه فاشتركوا، مرحبا بكم، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسلام عليكم.